الاهلي بقى السنه دي ان شاء الله بنتمنى له التوفيق. ويعني طبعا انا اتشرفت ان انا زميلت كابتن طارق سليمان في نادي المقاولين لما كان حارس نادي المقاولين. ازيك يا كابتن طارق؟ ازيك يا كابتن كريم، وبشكرك طبعا، وانت فعلا من اعلى اصدقائي وانت محترم وقضينا يعني كان سنتين مع بعض، يمكن طبعا سنتين واحد قضاهم في حياته مع الكابتن حسن لما خدنا بطوله كاس مصر وكاس السوبر. فانا بحييك، تحياتي ليك ولكل القائمين على البرنامج، بشكرك على المقدمه الحلوه دي. لا يا كابتن، ازاي انت يعني من الحراس المميزين جدا، ويعني فاكر يوم ما مناخيرك اتكسرت؟ جايبه لي مشاكل يا كريم. جايبه لك مشاكل كتير. عمال انت كل شويه تجيب لي عوده وتجيب لي عقباوي ويقعد يحكي لك على مناخيري. هنعمل ايه طيب؟ محمد هو اللي بهدلني. بس كان فريق جميل والله نادي المقاولين يا كابتن طارق، وكان روح حلوه قوي، وكان يعني سر نجاح المقاولين في الفتره دي كان مجموعه من اللاعبين المميزين جدا، والروح والحب ما بينهم كان يعني ما فيش حد ما كانش بيحب حد، كل الناس كانت بتحب بعضها. تمام يا كابتن كريم، وانا عايز افكرك كمان بحاجه كويسه قوي كنا بنعملها لو انت فاكر. احنا بدانا دور الثمانيه او دور الاربعه مع كابتن حسن، كان كل مباراه قبل المباراه بيوم كان بيبقى فيه لاعب له ختمه في القران. صح. ففضلنا ماشيين كده قبل المباراه بيوم بيبقى لعيب من اللعيبه له ختمه، وبعدين كان ابراهيم بهناسي هو اللي بيختم اخر سطرين في القران، وبعدين دعاء طويل، وبعدين ربنا بيكرمنا كان يوم الماتش على طول بالنكس. ففضلنا ماشيين كده لحد ما خدنا كاس مصر من النادي الاهلي لو انت فاكر. ايوه. كان المباراه دي تقريبا كان ختمه العقباوه، ختمه عوده، مش فاكر، كان ختمه عوده تقريبا. ايوه. زي ما انت قلت كان جو حلو، وكان ربنا كرمنا قوي الفتره دي، وكان في حب وكان في عشره بينا، وكنا بنقعد مع بعض فترات طويله، وربنا اكرمنا في الاخر في بطوله كاس مصر، وبعدها كاس السوبر بعدها بشهرين او شهر ونص. بالظبط. كابتن طارق يعني طبعا بتمنى لك التوفيق في مهمتك السنه دي مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي انت طبعا يعني كنت ماسك في فرق الناشئين، وكنت مع الكابتن حسام البدري في السودان، واعتقد ان دي خلاص يعني الكابتن طارق سليمان دي مرحله جديده في حياته كمدرب حراس مرمى ومدرب نادي كبير زي النادي الاهلي. ودايما حراس النادي الاهلي تحت المنظار، يعني دايما الناس مركزه مع حراس مرمى النادي الاهلي ان دايما واحد منهم بيكون حارس مرمى منتخب مصر. شايف ازاي الفتره اللي جايه بالنسبه لحراسه المرمى؟ والكلام كتير جدا، احمد عادل عبد المنعم هيمشي، محمود ابو السعود اعارته مش هتتجدد، يعني مين الثلاث حراس بتوعك السنه دي في النادي الاهلي؟ والله يا كابتن زي ما حضرتك قلت، طبعا هو شرف لاي مدرب انه يشتغل في النادي الاهلي، والنادي الاهلي بحجمه وجماهيريته الكبيره، ومن الانديه الواحد يعني اي مدرب يتمنى انه يشرف انه يشتغل في النادي الاهلي. فانا سعيد جدا جدا بشغلي في النادي الاهلي ومع الكابتن حسام البدري. وطبعا مهمه صعبه ومهمه تقيله، ولكن ان شاء الله باذن الله احنا يعني هنشتغل وهنجتهد وهنخلص في شغلنا، ودايما ربنا بيدي للي بيخلص واللي بيتعب في شغله. وده احنا الحمد لله رب العالمين، يعني ده اسلوب في العمل. يعني انا مع الواحد من اول ما مسك في قطاع ناشئين في النادي الاهلي، وبعد كده سافر مع كابتن حسام السودان، وبعد كده رحنا انبي، حققنا نتائج كويسه في انبي. فطبعا النادي الاهلي زي ما انت قلت الفتره اللي جايه فتره صعبه وفتره مهمه بالنسبه للبطوله صعبه، ومعنا مجموعه جامده. اتمنى طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في مسانده من الاعلام لينا، وايضا مسانده من الجمهور النادي الاهلي. اتمنى طبعا الجمهور يحاول الفتره اللي جايه ان شاء الله تعدي المرحله بتاع الرئيس، ويبقى في استقرار، والجمهور يرجع يدينا تاني. الجمهور مهم جدا في كل انديه مصر. الجمهور بيبقى زي ما بنقول لاعب رقم واحد في الملعب، وبيبقى مؤثر بشكل كبير جدا. ان شاء الله. حراس المرمى في النادي الاهلي يا كابتن كريم، احنا عندنا دلوقتي في ابو السعود خلاص، هو دلوقتي هو رجع الاعاره خلصت خلاص، فهو دلوقتي مش هتتجدد يعني. خلاص هو موجود في النادي الاهلي دلوقتي. احمد عادل موجود، شريف موجود، ومعاهم مؤمن جابر ده حارس مرمى من الفريق ال 20 سنه. ايوه. ما فيش جديد يا كابتن كريم، يعني احنا ما اتكلمناش في حاجه ولا في اي حاجه، يعني كله كانت الدوريه كلها اجتهادات، ولكن لسه ما فيش حاجه خالص. يعني حراس المرمى موجودين، الاربعه اللي موجودين لغايه دلوقتي ما فيش كلام على احمد الشناوي يا كابتن طارق. يعني انت كمدرب حراس مرمى ما تتمناش ان احمد الشناوي يكون موجود معاك في النادي الاهلي؟ هو في شركه كابتن كريم طبعا احمد من اللجان كويسه قوي في مصر، وحارس مرمى واعد، واعتقد ان هو يعني من الحراس اللي لها مستقبل كبير، يعني مش شرط يبقى في النادي الاهلي او في النادي الزمالك، حتى وهو في النادي المصري من الحراس الكويسين. واعتقد ان يعني احمد من اللجان كويسه، يعني اي نادي يتمنى ان يبقى عنده احمد الشناوي، ولكن زي ما قلت احنا عندنا حراس مرمى كويسين، وحراس مرمى طول عمرهم في النادي الاهلي زي ما انت قلت ان هم بيبقوا متواجدين في المنتخب بشكل كبير. يعني حارس النادي الاهلي في مر تاريخه كده بيبقى دايما هو الحارس رقم واحد في المنتخب. كان اللي كسر القاعده دي شويه نادر السيد في الفتره اللي لعب فيها في الزمالك، انما طول عمر حراس مرمى النادي الاهلي هم حراس مرمى منتخب مصر، ومن الحراس اللي بيبقى لهم دايما تاثير في المنتخب. ايوه. وكل البطولات الافريقيه كانت الكريم اللي اتلعبت
الواحد يوعى لها يعني من التريقه، كان كابتن احمد شوبير او كابتن اكرامي او كابتن ثابت او حتى عصام الحضري وجوده في النادي الاهلي. يمكن زي ما قلت لك شويه اللي كسر القاعده ديت وكان اساسي في منتخبات لفترات كبيره وحقق انجاز مع كابتن نادي السيد وكان بيلعب في الزمالك. شريف اكرامي ما شاء الله الموسم اللي فات عامل موسم كويس قوي، كان ده باين قوي، واخيرا منتخب مصر وقدم مباراه كويسه مع المنتخب في السودان. شريف محمود ابو السعود لما لعب المباراه اللي لعبها ضد النادي الاهلي وهو من المقاولين ادى بشكل كويس. احمد عادل الفتره اللي قبل ما يقعد كان بيأدي بشكل كويس جدا مع النادي. هي المشكله زي ما انت قلت ان يبقى في سبوت شويه على حراس مرمى في النادي الاهلي. طبعا ان اي خطا بيحصل او اي حاجه يعني دايما السبوت على حراس مرمى النادي الاهلي والزمالك، لكن طبعا الاهلي اكيد يعني بيبقى اكتر شويه. بس بص يا كابتن كريم، دي طبيعه المركز، يعني المركز ده طبيعته ان دايما لما بيدخل جول بيبص دايما للخطا الاخير او للجول بعد ما الجول ما بيخش، بيبقى دايما للسبوت على حارس المرمى. بالظبط. دي طبيعه النادي الاهلي وطبيعه نادي الزمالك، الانديه الكبيره اللي بتلعب على البطوله دايما ما بيركزش شويه على بالذات كمان بعد الفضائيات الكتير اللي موجوده في مصر والتحليل اللي بشكل تحليل كل كوره وكده. طبعا لو في اوفر عدى بيحللوا الاوفر بالسنتيمترات وبيقعدوا يقولوا الجول لا المفروض يطلع، لا الجول ما يطلعش، يعني ده خطا بيبقى وارد يا كابتن كريم، ونشوف احنا حراس مرمى في اوروبا. يعني انت مطمن على الاربع حراس اللي موجودين لغايه دلوقتي طبعا في النادي الاهلي؟ انا مطمن، ما عندكش مشكله يعني. مفيش شك يا كابتن كريم، حراس مرمى يعني مش عايزين نقول لا، حراس مرمى كويسين وبيأدوا بشكل كويس مع النادي، والنادي خد بطولات في وجود شريف ووجود احمد عادل ووجود ابو السعود. يعني كابتن احمد ناجي كان معانا من يومين ثلاثه واشاد بيك جدا يا كابتن طارق، وقال انا يعني اتفرجت على طارق هو يعني كابتن احمد اتفرج على طارق سليمان وبيقول بيشتغل بشكل كويس جدا، وشاب من المدربين الواعدين في مدربين حراس المرمى، ومبسوط ان انت مسكت كمدرب حراس المرمى. انا طبعا بشكره يا كابتن كريم، كابتن احمد ناجي. يمكن انا قلت اكثر من مره ان كابتن احمد ناجي استاذي وانا استفدت منه كتير. وانا في قطاع الناشئين برضه لما كنت داخل القطاع كان موجود كابتن اكرامي، وبرضه قعدت على فكره، انا قعدت مع كابتن اكرامي اول ما دخلت القطاع. ايوه قعدت معاه والله في الجنينه، قلت له يا كابتن اكرامي انا هشتغل في القطاع، ولو في اي تعليق عليا وانا شغال تيجي وانا في الملعب صلح لي اي حاجه، بالعكس مش عيب والله يا كابتن كريم، مش عيب يا كابتن كريم طبعا. انا استفدت من كابتن اكرامي، استفدت ايضا من كابتن ابراهيم رياض، عمري ما هنسى فضل كابتن ابراهيم رياض عليا، المدربين المحترمين قوي. كابتن هو كان جالك عندك في الاستوديو وعملت معاه حلقه، كانت حلقه ممتازه من كابتن ابراهيم رياض. ومش عايز انسى طبعا مجهودي كابتن احمد ناجي فتره اكثر من 12 سنه في النادي الاهلي، استفدت منه كتير. وقبل ما اسافر السودان على فكره انا رحت له البيت وقعدت معاه، قعدت معاه فتره كبيره عشان برضه يعني هو اقرب واحد للحضري وهو عارف يعني مداخل الحضري وازاي الحضري بيتعامل، فقعدت معاه وقال لي يعني حضري له اسلوب معين كذا كذا. فالمهم يعني استفدت منه كتير كابتن احمد ناجي. وايضا كان بيجي لنا القطاع في مدينه نصر كابتن احمد ناجي، وكان كل المدربين بما فيهم انا يعني. ربنا يكرمك يا كابتن طارق. اتفضل يا كابتن. ربنا يكرمك. دايما الواحد بيكبر، بس دايما اللي بيستفيد من الناس اللي اكبر منه الخبرات الكبيره. يعني دول الثلاث مدربين يا كابتن كريم يعني هم قيمه كبيره وقامات كبيره في النادي الاهلي، سواء كابتن ابراهيم رياض او كابتن احمد ناجي او كابتن اكرام. طبعا مفيش شك ان كل المدربين اللي موجودين واحد يستفاد منهم كتير، ولو في مدرب يا كابتن كريم اصغر مني سنا وماسك فرقه اللي بالعكس ممكن استفيد منه. دي طبيعه انا، عشان كده الواحد الحمد لله ده هفضل اتعلم لحد ما الواحد يموت. يلا التوفيق ان شاء الله يا كابتن طارق السنه دي، ويعني ربنا يكرمك باذن الله، ونشوف حراس مرمى النادي الاهلي شريف اكرامي، احمد عادل، محمود ابو السعود، ومؤمن الحارس الشاب. نتفرج على مستوى مميز ان شاء الله مع الكابتن طارق سليمان والجهاز الفني للنادي الاهلي، وبتمنى لك التوفيق. وانت يعني انت عارف يعني معزتك عندي قد ايه يا كابتن طارق. الله يكرمك يا كابتن، انا بشكرك جدا يا كابتن كريم واتمنى لك التوفيق. وما شاء الله انت ما شاء الله عندك حضور، الله يخليك يا كابتن. انا بتفرج عليك بجد حقيقه يعني. الله يخليك يا كابتن. اتمنى لك كل توفيق والقائمين على البرنامج ده. متشكر كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. بسرعه نخلص بقى اخبار الاهلي عشان نطلع فاصل ونروح لاخبار الزمالك. ابو تريكه سادس هدافي العالم